السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، يوم سعيد، مليان عليكم بالهنا والصحة والسعادة إن شاء الله. حماتي كان في زمان في الستينات كده، كان في فيلم اسمه حماتي قنبلة ذرية. الفيلم ده كان قد ايه جميل، قد ايه ظريف. كنا بنقعد نتفرج عليه ونقعد نضحك ونقول لو كل الحموات بكل الخفة والظرف ده كانت يا سلام الدنيا كلها مشيت في سعادة وهنا. مهما كان الفيلم ده فيه شوية مشاكل، ولكن المشاكل قدمها المؤلف أو المخرج بصورة كوميدية، صورة جميلة. كنا كلنا بنحب نتفرج على الفيلم ده، وما زلنا لغاية الآن لو جه الفيلم ده كلنا بنقعد نتفرج عليه. قد ايه ماري منيب كانت جميلة في أداء الفيلم دوت وأداء دور الحما الجميلة. وفي الاخر عرفت انها غلطانه، وعرفت انها مش على حق، وتراجعت وسابت عيالها، سابت بنتها تعيش في امان وفي حمى ربنا ثم حمى جوزها. اللي انا عايزه اقوله ان الحما ما هيش عدوه. وعلى فكره كمان اللي انا عايزه اقوله ان الحما يا جماعه، كلمه حما هي معناها صعب قوي. يعني انا لما قريت في المعنى بتاعها كلمه حما، يعني معناها الحاجة الحامية، الحاجة اللي هي النار الحامية. اما نقول فلان عنده حمى، فهي جت يعني للأسف هي جه المعنى كلمة من كده، وأنا مش عارفة مين اللي يعني خلاها لازقة فينا قبل الشعب المصري بالذات. يعني كلمة حماتي حماتي، الكلمة دي صعبة قوي. يمكن احنا لما نيجي نشوف هنلاقي ان العرب يعني سواء العرب وكده ما بيقولوش كلمة حماتي، بيقولوا خالة، بيقولوا عمة. لكن كلمة حماتي دي عشان هم فاهمين معناها كويس وعارفين معناها، فما بيطلقوهاش على أم الزوج أو أم الزوجة. اللي أنا عايزة أقوله إن الحمة مش عدوة. الحمة سواء أم الزوج أو أم الزوجة هي عايزة عيالها يعيشوا بسعادة، ولكن من وجهة نظرها هي السعادة دي، هي شايفة إن السعادة دي كده بالمنظر ده، بالطريقة دي، بإنك أنت لازم تعملي كذا عشان تبقي تسعدي ابني، وإن أنت لازم تعمل كذا عشان تسعد بنتي. لكن هم ما شافوش الحياه من وجهه نظر عيالهم ايه. هم شايفين الحياه من وجهه نظرهم هم. انا ممكن تكون مرات ابني مش عاجباني او بتعمل حاجه تصرفاتها مش عاجباني، لكن ابني هو عاجبه. طب انا ليه بدخل نفسي؟ طب انا ليه بخلي نفسي دور في الموضوع؟ انا ليا دور. ما هو انا مش هجوز ابني ولا هجوز بنتي وهقف، لا، بس ليا دور. ايه هو الدور بتاعي؟ الدور بتاعي ان انا احاول ان انا اوصل الفكر، ان انا اهدي المواضيع. لو بنتي جت حكيت لي حاجه ان انا هديها، لو ابني جه حكى لي حاجه ان انا هديه، ان انا اقول له المشوره والكلام الصح اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اقول بما يرضي الله. ان ابني طلب مني النصيحه فانا بنصحه لوجه الله، والله عمل بيها عمل ما عملش انا ماليش دعوه، خلاص هو طلب مني النصيحه وانا نصحت وعملت اللي عليا، وكفى المؤمنين شر القتال. طيب لو ما طلبش مني ان انا اتدخل، ما اتدخلش. هي حياتهم. هو انا هعيش لهم النهارده ولا هعيش لهم بكره ولا هعيش لهم بعد بكره؟ حياتهم هم حرين فيهم، حياتهم هم يقدروا يمشوها صح بطريقتهم هم، باسلوبهم هم، بطريقهم. انا بتكلم هنا على بعض الناس اللي عندها دماغ وعندها فكر، الناس اللي عايزه تمشي حياتها بطريقتها. لكن في ناس بتمشي حياتها كلها غلط، بتمشي كل حياتها غلط. هل هنا الأم ليها دور إنها تتدخل؟ أنا بقول تتدخل، لازم أتدخل لو لقيت إن الدنيا كلها ماشية غلط، لازم أتدخل. لأن أنا مش هتفرج على الغلط وأقول لا ده، وأنا أقول وأنا مالي، لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. أنا أتدخل وقت ما ألاقي إن الأمور محتاجة مني تدخل، أتدخل. لأن في الأول وفي الآخر دي بنتي ودي ابني. أنا عايزة أقول حاجة، ما يبقاش التدخل عمال على بطاله في الفاضيه وفي المليانه وفي الاكل وفي الشرب وفي الترويق وفي وانا افضل اصدر اوامر واقول لا خلي بالك البيت ومش البيت والاكل والشرب، الكلام ده لا. في امور كتير محتاجه ان انت تتدخلي فيها، وتتدخلي بحكمه، وتتدخلي ان البيت ده مبني على اسس، وان انت تحترمي الاسس اللي موجوده فيه، واللي انا جزء منها، اللي انا وضعت الاساس بتاعها جزء منه معاهم. ابنك محدش هياخده منك، بنتك محدش هياخدها منك، لان ما بعد الام مفيش، ولا الام ولا الاب ولا الاخ مش هلاقي. فانت ما تحطيش نفسك كأم للزوج ان انت تحطي نفسك بمثابه مراته، لا، انت ولا تحطي نفسك في كفه معاها، ولا انت ليكي ان انت تحطوا انتوا الاثنين تتساووا في اي حاجه خالص. لان الام
والزوجة زوجة، لا الزوجة هتحل مكان الأم ولا الأم هتحل مكان الزوجة. فكل واحد ليه دوره، كل واحد يحترم دوره، كل واحد يبقى ليه وما يقولش اشمعنى انت جبت لها وما جبتليش، اشمعنى انت قلت لها وما قلتليش، اشمعنى الكلام ده كله. انا بوجه الناس وبقول لهم خلي بالكم، اتقوا الله، ضموا البيوت، احتضنوا البيوت، البيوت النهارده على حافة الهاوية. اوصيكم ونفسي وتقوى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.